كيف دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير. المهم كما قلت لكم اليوم ان شاء الله غندير واحد الفيديو على القنوات اللي نتبعوا معاهم اللي غنتبع معاهم في الثانيه باك. بما انني هاد العام عندي ان شاء الله الثانيه باك، فاختاريت قنوات بانتقاء، واختاريت القنوات اللي يكونوا فيها الاشخاص اللي كيشرحوا يكونوا اساتذه، حيت كما كنعرفوا اللي من والو وكيدير فيديو في اليوتيوب وكيولي كيشرح وصافي، يقدر داكشي المعلومات اللي كيعطيك خاطئه. داكشي على انني قلبت هادو اللي كيكونوا كيشرحوا يكونوا بروف عن جدار، زعما بروف نيت ديال الماده. وسولت اشخاص كنعرفهم في الثانيه باك ولا تبعوا معاهم في 2000 هذا العام اللي فات والاعوام الفائته. ويلا نبداو. اول ماده غنبداو فيها صراحه هاد الاسئله اللي غنقول لكم دابا هما اساسيات ديال المواد اللي عندنا في الوطني، خصوصا المواد اللي عندنا في الوطني. حيت مثلا انت صراحه يجي شي واحد غيسولني يقول لي علاش درتي غير المواد في الوطني، علاش المواد الاخرين؟ عارفه ان المراقبه مزيانه وهي اللي كتحدد نقطه الباك من بعد ما تاع الدوره الاولى تاع الدوره الثانيه كيقسموا على جوج وعندها واحد النسبه في نقطه الباك. ولكن بحال العربيه صاحبي راه ساهله، راه تقدر ترجعها في النهار قبل الامتحان. ولكن المواد اللي كيكون المعامل ديالهم طالع، خصوصا انت كعلمي، فخاصك ضروري هي اللي تاخذ ليها لي باز. وداكشي من العربي داكشي حاول تفهم مع الاستاذ، داكشي اللي انا غندير صراحه. بحال العربيه وكذا، اجتماعيات مبقاتش، اجتماعيه داكشي ما بقاش. المهم العربيه وكذا واسلامي داكشي غتشدو مع الاستاذ. المهم نبداو المات. اختاريت لكم بروف ايوب كيدير انستغرام. المهم خليكم القناه ديالو هنايا. واختاريت لكم مات فاريي. هاد الاستاذ صراحه كيشرح مزيان هاد مات فاريي، وخا ما كيبين في الفيس ديالو، ولكن صراحه فريمون كيشرح مزيان. تبعد مع الاولى باك فريمون الشرح ديالو مزيان، ولقيتو حتى كيشرح حتى الثانيه باك. وغندوز لكم الاستاذ الثالث هو استاذ بود مصطفى. وهذا الاستاذ بصح هذا الاستاذ التمارين اللي كيتحطوا ليا انا عن تجربه. التمارين اللي كيحط بود مصطفى كيشارك معكم في الفيديو ديالو كتحطوا في الامتحان. وانا شحال مره طرات ليا، اقسم بالله العلي العظيم انا شحال مره طرات ليا كنخدم التمارين من عنده كنلقاو نفسهم، غير الارقام اللي كيتغيروا. صراحه الاستاذ تا هو واعر كيشرح مزيان، تا هو كيبين الفيس ديالو غير الكتابه والورقه. ودابا غندوزو للفيزيك. بالنسبه للفيزيك اختارت لكم استاذ طفوله. شكون اللي ما تبعش معاه المحبين ديال الفيزيك، شكون اللي ما تبعش معاه؟ طف فيزيك شيمي، تا هو كيشرح الثانيه باك، كيشرح جميع المستويات وهو استاذ بعدا. داكشي صراحه ما عندي ما نقول. اللي كيراجع كيدير التعلم الذاتي دو فورماسيون غادي كنا كيعرفوا. والاستاذ الثاني هو نور الدين فيزيك. غنخلي لكم القناه ديالو هنا. صراحه بزاف ديال انا ما كنعرفو شخصيا وما تبعت معاه في الاولى باك، وبزاف ديال الاشخاص رشحوه ليا قال لي كيشرح مزيان والتمارين وكذا. المهم غنبدا معاه ان شاء الله في هذا العام. ودابا غندوزو للاس في تي الوحش. اختارت لكم واحد الاستاذه. صراحه هي ردت على انستغرام وكانت درت لي قناه ديالها باش نسالها لكم في المجموعه ديال الثانيه باك، وما كنت مع الضغوط كذا ما كنت ساليت ليها حتى دابا اللي تفكرتها. بروف احلام. نخليكم الانستغرام ديالها حتى هي هنايا. ودابا غندوزو لانجلي انجلش. اختارت لكم ساره انجلش. صراحه استاذه واعره. التمارين كتخرجهم لك في الفيديوهات كلشي تبعد معها حتى في الاولى باك صراحه، ما كيمشي ماشي ديما. دابا غندوزو غندوزو الفلسفه. وحش اليمية الفيلوسوفيا. المهم كلشي كيشوف الفلسفه. المهم الفلسفه راه شكون ما عرفاش مشيت لي هضره. المهم الفلسفه اختارت لكم استاذ لنفكر معا. صراحه الاستاذ والله الا واعر. انا عن تجربه، عن تجربه والله عن تجربه. النقطه ديالي في الفلسفه كنت من مشات من 15 حتى 18. اقسم بالله العلي العظيم كنت كنتبع مع الاستاذ، وديما كنت كنقول علاش انا ما كنجيبش مزيان في الفلسفه وكذا. ولكن صراحه كنت تبعت معاه. وصراحه النقطه ديالي كتحسن كل مره، كنتحسن بنقطه. وصراحه كان الاستاذ ديال الفيلسوفيا كيشوف هنايا. غادي اقري لكم هذه القضيه انه واخا انا ميقنا داكشي اللي كتبت في ورقه في الفرق، خصوصا في الفرد الاخير ديال 20، ولكن كما كنعرفوا قليل الاساتذه اللي كيعطوا 20. المهم اختارت لكم واحد الاستاذ اخر ديال صهيب الملح. يقول لي شي واحد كيفاش صهيب الملح؟
صايب ملحق كيشرح التربيه الاسلاميه في سانكيا. في الاولى بكتب معاه لقيتو عن تجربه باش كنبحث، لقيتو انه كيشرح دروس الفلسفه، داير بلاي ليست كيشرح فيها دروس الفلسفه ديال التانيبه. وهو عنده واحد ما يمكنش عنده واحد كنفضو، ما يمكنش عنده واحد ما يمكنش عرفت ما باش تخرج الكلمات، ما باش تخرج. عنده واحد الموهبه كيفاش يشرح ليك، كيفاش يوصل المعلومه، ما يمكنش. واعر 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 واعر. ودابا غندوزو لواحد الفقره الثانيه اللي صراحه بزاف كنهملوها، وعندها واحد بارتي كبيره في الدراسه ديالنا، واللي كتحدد واخا تكون كتراجع مزيان واخا ما كتراجع، عندها دور كبير. ودابا غندوزو ليها. هاد البارتي هي التقنيات الدراسيه. كما كنعرفوا ان القرايه فيها كما في اي مجال خاص تكون عندك طرق ديال الدراسه. واول طريقه اختارت لكم الطريقه المشهوره اللي كيعرفوها كلشي، هي بومودورو. كتقرا 25 دقيقه وكتستراح 5 دقائق. ديك 5 دقائق مكنتيش كتهز فيها التليفون ولا شي حاجه، كتمشي كتاب رسم، الا عندك مع رسم خرج ضرب خرج دب دويره اي حاجه، المهم ما تهز فيها التليفون، حيت غاد التليفون لا غادي ديك 5 دقائق وغادي تجي تراشع وغتحس بالوقت غيتهز. والطريقه الثانيه هي التلخيص بالخرائط الذهنيه. كيفاش تلخيص بالخطط الذهنيه؟ هي انك تكتب العنوان، كدير العناوين، كتكتب هكا مثلا العنوان ديال الدرس، كدير ليه شي ماشي بحال هكا، تكتب الفقرات ديالو وكتكتب داكشي اللي فهمتي انت. صراحه عاونتني في التربيه الاسلاميه، وبالفضل ديال هاد الطريقه كنت تحصلت على 20 على 20 في الجهوي. مهم. ودابا غندوزو لطريقه فاينمان. هاد الطريقه هي انك تشرح الصوت بصوت عالي، شرحوا لشي حد حداك، شرحوا لشي مرايه، شرحوا لشي نونوس، شرحوا المونيكا اللي حدايا، شرحوا ليها. المهم دا هكذا ودوي على المرايه، دوي على اي حاجه. مهم هي انك تحاول تشرح الدرس بصوت عالي باش كيترسخ لك في الذهن ديالك. والطريقه الثانيه هي سبيك ريبيتيشن، هي انك تراجع الدرس من بعد يوم، من بعد يومين، من بعد اسبوع، هكا باش كيترسخ لك الدرس في الذهن ديالك. وهكذا كنكون وصلنا للفان ديال الفيديو. كنتمنى انه يكون عجبكم، وانني عطيتكم القنوات والطرق ديال الدراسه اللي غتنفعكم. وعندكم اي اقتراح على اي فيديو خلوا لي في الكومنت. هادشي مكان، وشكرا.